انت احسن من ناس كتير بتقرا والحاجات الصعبه. يعني لا هو برافو عليه. بقول له يعني لو حتى انت زعلان او متضايق، انك انا عارفه ان في اعمال كتيره توقفت بسبب وجودك في الجيش، لكن انت بكره هتعرف، او اكيد انت عارف دلوقتي، ان وجودك في الجيش واجب وطني مهم جدا، لانك انت يا محمد اتحطيت في فريم القدوه للشباب في مصر. الشباب كله بيمشي وراك، فلما يلاقوك انك انت ما هربتش زي ما استاذ ايمن قال، او اعتذرت او اتلككت، او في حاجات كتيره قوي كنت تقدر تعملها، لكن انت راجل، والشباب مصر كله هيحطك فوق دماغه، لانه انت مثال ليهم قوي جدا، وان شاء الله تطلع بألف سلامه، وتكمل كل شغلك ونجوميتك ونجاحك عمره ما هيتغير، بالعكس هيزيد اكتر ان شاء الله. بقول لمحمد برضو برافو. دي حركه جدعانه منك، ان انت بالظبط ما هربتش. ايوه ما هربتش. مسؤوليه جامده. وربنا معاك. يعني مفتقدينك معانا طبعا في هنا، ولما رحنا اتفرجنا على الفيلم، بس ما تخرج بقى ان شاء الله نبقى نروح مع بعض. هو انا عايزه اقول ما اعتقدش ان هو متضايق محمد، لان هو من فتره يمكن كتب على الفيسبوك انا نفسي اخدم في الجيش. سالته انا ساعتها واحنا بنصور الفيلم انت رمضان بجد هتدخل الجيش؟ فقال لي طبعا هدخل الجيش واكيد ومفيش اي مشكله. فما اعتقدش ان هو متضايق، يعني هو عارف ان هو لازم يدخل الجيش يخلص ويطلع يكمل اعماله. ف يعني ان شاء الله يرجع ويكمل اعماله يعني. انا اول حاجه تانية خالص محمد اقول له انا مبسوط بيه اللي هو وصل له. انا ومحمد يعني اصدقاء من زمان من 2007. فانا بعد يعني محمد دايما بيقول لي يا رفيق الرحله. فانا بجد مبسوط بيه، يعني مبسوط بيه ومبسوط باللي هو وصل له. وما اعتقدش ان الجيش يضايقه، وما اعتقدش ان الجيش يعطله. يعني هو لسه نازل له فيلم وليه فيلم تاني نازل وممكن في اجازات اللي هينزلها من هنا العيد الكبير يخلص فيلم الكنز. اعتقد ان محمد يعني اثناء تاديه الواجب العسكري اللي هو الخدمه العسكريه هيبقى متواجد جدا مع جمهوره. وبقول له ان شاء الله تفضل قدوه للشباب، ان شاء الله تفضل في تقدم. واكتر حاجه بسطاني ان انت بدات تنوع، يعني دي اكتر حاجه بسطتني. ومبسوط ان الكنز هيبقى مختلف، ومبسوط انه داخل فيلم مع الاستاذ الكبير داوود عبد السيد. فبقول له ربنا معاك وربنا يوفقك.